بنحلم لبكرة. اهلا بحضراتكم. خليني بس اقول لكم في ثانيه هذا الخبر لانه هيهم كتير من الساده المشاهدين، ان اجهزه الامن في القاهره، مديريه امن القاهره القت القبض على 11 مشجع تونسي، عشان الناس اللي كانت بتغاظى وبتاكل في ضوافرها وصوابعها وقالوا ازاي الناس دي تيجي تكسر الاستاد وتضرب رجاله الامن بتاعتنا بالشكل ده وبعدين نامنهم ويسافروا. لا، في قانون في النهايه. وقبضوا على 11 مشجع تونسي لاتهامهم بالتعدي على 6 من افراد الشرطه، 2 ضباط و3 عساكر وامين شرطه، بالاضافه الى تكسير مدرجات استاد القاهره واثاره الشغب. اعتدى المشجعون على افراد الشرطه اثناء المباراه واصابوا عدد منهم باصابات بالغه، ونقل احد المجندين الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابته الشديده بجروح في الراس. ويواصل رجال الامن حصر التلفيات الناتجه عن اعمال الشغب واعداد تقرير بها لارسالها الى جهه التحقيق التي ستبدا تحقيقاتها مع المشجعين صباح غد. يعني المحترمين هيسافروا، اما المشاغبين واللي عملوا حاجات تخالف القانون المصري قاعدين معانا في النيابه علشان ياخدوا جزاهم. الجميله لبنى عبد العزيز، ما عنديش مقدمه غير كده. ازيك يا استاذه؟ اهلا بيك. اهلا بيك. يعني لو قلت لك قدر السعاده اللي انا فيها ان انا قاعد قدام حضرتك، وياتي اليوم اللي انا بحاور فيه فتاه احلام انا شخصيا، بالاضافه الى فتاه احلام اجيال كثيره من المصريين والعرب، هبقى مش مبالغ. اشكرك جدا. اشكرك منورانا ومنوره شاشه التلفزيون المصري، ويا رب تفضلي متوهجه ومتالقه دايما. اشكرك جدا. انت بتتكسفي يا استاذه لبنى؟ يعني البدر اللي بيطلع على الشاشه ويملا بريقا ده المفروض يبقى خلاص بقى واخد على المواجهه والكاميرات. لا لحد دلوقتي لسه بتخجلي امام الكاميرات. انت عارفه ان انا زعلان منك جدا. انت؟ جدا. ليه بقى؟ ازاي تهاجري وتسيبينا؟ دي شغلانه. ازاي تهاجري وتسيبينا؟ يعني فعلا كنا بنقول لدينا بدر على الشاشه. الله يخليك، الله يخليك. الظروف يعني ظروفي ما كانش في نيه ان انا اسافر او اهاجر. كان في نيه ان كان جوزي رايح يدرس، وانا كنت هروح اطمن عليه وارستقه واشوفه يعني كل طلباته، وعلى اساس ان انا كان عندي عقد مع استاذ سعد الدين وهبه هنا ب3 أفلام، وكان المفروض ان انا ارجع اعمل الافلام دي. كويس. وبعدين جاء يوم واتحايل عليا ما سافرش، فما ما قدرتش اقول له لا. ما زعلنيش منه بقى، لكن ما بعرفش اقول لا، دي مشكله عندي فظيعه. فعلا بس اديني اهو انا هنا منوره. لكن هل استطعتي يعني الناس تبقى دايما عارفه ان في النجوميه والشهره والفن والسينما ليها بريق اخاذ جدا، خصوصا بعد ما تكوني خطيتي خطوات وبقيتي نجمه، يعني مش لسه هنجح ولا مش هنجح، خلاص بقيت نجمه وبقيت مطلوبه والكاميرات تجري ورايا، اسيب كل ده؟ ده قرار صعب جدا. اهو انا سبت عشان كل ده. عشان كل ده لاني انسانه في حالي ومش غاويه اضواء. يعني انا كنت غاويه اماكن، لكن الضريبه كانت اللي هي الاضواء والنجوميه والحاجات دي. ما حبيتيش ده؟ لا، دي ما كانتش في الخريطه بتاعتي. مع ان ده في ناس بتخش المجال ده علشان ده بالذات. انا عارفه كده. انا عارفه كده، بيبقوا مولودين نجوم، لكن انا اتولدت ممثله، ما اتولدتش نجمه. الله، حلوه قوي الجمله دي، اتولدت ممثله ما اتولدتش نجمه. يعني الفكره هي حب المهنه نفسها، مش الاضواء اللي حوالين المهنه. بالظبط كده. بالعكس، الاضواء دي كانت انا خجوله بطبيعتي، وكانت الاضواء دي مزعجه بالنسبه لي، واللي هون عليا ان انا اسيب التمثيل كانت ان انا بعدت عن الاضواء وعن التركيز عليا في كل حته وكده. فالحقيقه دي الجانب اللي ما وحشنيش وانا في الخارج. يا يعني سلام. من حياتي. هو الغريب ان صاحبه العيون الجريئه ليست جريئه. دي حاجه بتاع ربنا. انا ماليش يد يعني فيها خالص. العيون الجريئه على الشاشه ليست جريئه في الحياه. انا ماليش يد في شكلهم خالص. لا، وفي حاجه اسعدتني لما ابتديت اقرا في السيره الذاتيه لحضرتك، فرحت جدا ان عرفت ان البدايه كانت مذيعه. فعلا. كنت مذيعه فعلا.
قبل ما اكون مذيعه اشتركت في ركن الطفل الانجليزي. مظبوط، انت يمكن عندك 10 سنين بالظبط كده. وبعدين يعني انبسطوا مني ورقوني وعملوني مخرجة البرنامج، مقدمة البرنامج، ومن هنا بقى مارست الإذاعة في البرنامج الأوروبي فترة طويلة، وأنا كنت في الجامعة في نفس الوقت. كنت يعني وأنا صغيرة كنت خلصت بسرعة المدرسة وخلصت بسرعة الجامعة ودخلت في الإذاعة، يعني كنت زي ما تقول عملت كل اللي نفسي فيه. فبديت بداية سريعة وطلعت على السلم بسرعة قوي قوي. بقيت أعمل برامج كتيرة في البرنامج الأوروبي، برامج كبيرة ومعروفة، وعملت أحاديث مع كل الوزراء. عملت حوارات مع مسؤولين ووزراء ورئيس كمان. بالظبط كده، يعني رغم ان كنت صغنطوطة لكن كانوا بيقبلوا انهم يقابلوني وبيقبلوا. عملتي حوار مع الرئيس محمد نجيب، اول رئيس في جمهورية مصر العربية. بالظبط، انا كنت صغيرة برضو وكان موجود في المبنى، وحبيت انه يجي يحيي الاطفال لانه كان كريسمس، وكان في الوقت ده اطفال اجانب كتيرة جدا جدا. فحاولت اخش، منعوني امن وبتاع، فروحت داخله ما بين رجليهم، فجري ورايا، فهو شافني قال لي في ايه تعالي يا شاطره تعالي. وقلت له بس يعني عندي الاطفال ومش عارف. قال لي طبعا. كلهم سكتوا بقى ووقفوا كده. طبعا دي انت حظك حلو اللي ما كنتيش معانا دلوقتي. لو ما قالكيش تعالي يا شاطره، لو قالوا خدوها يا شاطره كنت هتتعبي قوي. ايوه كان فتره. ليه ما كملتيش مذيعه؟ مع ان انا عارف ان بعض الاصدقاء المقربين ليكي قالوا لي كنت مستمتعه جدا في هذه الفتره. لا كملت، انا عمري ما سبت الاذاعه. انا كنت بمثل وفي نفس الوقت بعمل ركن الطفل بتاعي، وبعمل برامج تانية كتيره في الاذاعه. يعني ما عمري ما بطلت الإذاعة ببيتي، كأنها يعني الحضانة بتاعتي. فما بطلتش الإذاعة. وأول ما رجعت أول حاجة عملتها برضو إن أنا رجعت هو البرنامج اللي كنت مرتبطة بيه جدا جدا، لأنه برنامج للأطفال. وخدتها جد وأنا صغيرة، كنت أشتري كتب وأتعلم. وبعدين لما سافرت كنت بدرس يعني سيكولوجي الأطفال وتربية الأطفال والحاجات دي. ففعلا يعني أخدتها بشكل جدي، حطيت كل قلبي فيها. ده غير برامج تانية كتير سياسية، يعني فكاهية، دراما، عملت حاجات كتير. بس ما تنكريش ان الوسادة الخالية خدتك من الإذاعة شوية. الوسادة الخالية يعني أيدت حريتي شوية، ما بقتش أجري من الجامعة للإذاعة ومن الإذاعة للجامعة. كنت في جامعة أمريكية، فكانت يا دوبك مسافة صغيرة. بطلت أعمل الحكاية دي عشان كانوا بيوقفوني في الشارع ما الحقش أطلع. طبعا. أنت عارفة طبعا المشاهدين فاكرين أكتر مني، بس يمكن الأجيال الجديدة ما تعرفش إن أول أعمال أستاذة لبنى السينمائية كانت الوسادة الخالية. وده واحد مش من كلاسيكيات السينما بس، ده واحد من أشهر قصص الحب في السينما المصرية والعربية. صلاح وسميحة، مش كده؟ صلاح عبد الحليم حافظ وسميحة لبنى عبد العزيز. مظبوط. وزي روميو وجولييت كده، اتقال لك روميو وجولييت واحمد ومنى وصلاح وسميحة. هو اللي فاجئني فعلا لما رجعت من امريكا بعد ما نسيت كل السنين دي ان انا كنت يعني ممثلة وليا افلام وكده، ان الناس تشوفني في الشارع او في اي مكان تقولي سميحة، جهاد، هميس. بقيت مش مصدقه. يعني في الاول لما كانوا بيندهوا هميس قلت لازم يقصدوا اختي لان في شبه وهي اسمها لميس، فقلت مش ممكن يكونوا يقصدوا هميس. لا، عروس النيل حد ينساه. هو يعني طبعا مش هقول بالصدفه لان كلام مش جائز، لان واضح ان اختياراتك رغم عدد انتاجك القليل في السنوات ما عملتيش افلام كتير، لكن معظمهم الحقيقه علامات. يعني مين ينسى عروس النيل، ومين ينسى الوسادة الخالية، ينسى وإسلاماه، حاجات كده محفورة. جهاد في فيلم وإسلاماه، حاجات محفورة. يعني أنا آسف، في ممثلين اشتغلوا 40 سنة سينما وعملوا 140 فيلم وبالكتير نفتكر لهم مشهد. أشكرك، ولو إني بعتبر ده حظي يعني كويس إن أنا عملت مثلا 15-16 فيلم، وكان ليا يعني وفيلمك مع رشدي أباظة من حواء. من حواء طبعا، ده واحد كمان من المناقرات الرائعة ما بين آدم وحواء اللي كلنا فاكرين. لا الحقيقة
ربما حظ وتوفيق، بس اكيد برضو في قدره على الاختيار والانتقاء النصوص، لان كلهم بالفعل محفورين. لا لا، كان في مجهود، كان في مجهود ورا الاختيار وورا التكوين، الجو الانتاجي او العناصر، يعني صحيح. اعمده كلهم. الفيلم ما بيقفش على شخص واحد او نجم. تمام. او نجوم، لازم كل الاعمده تكون ثابته وتكون متينه علشان ترفعه كله. يعني صحيح. الوساده الخاليه ده يعني في عمالقه يعني. بس قبل العمالقه انت كنت متردده لحد ما عبد الحليم حافظ كلمك في التليفون عشان تشتغل الوساده الخاليه؟ لا 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 لا، هو حليم كان عايز يعمل الوساده الخاليه. إحسان كان عايزني أعمل أنا حرة. وحصل نزاع بين المنتجين وبين الحاجات دي. أنا كنت لسه ما يا دوبك قلت هعمل، والكورة جريت بقى ولا العجلة جريت وابتدوا بقى يوضبوا لي في حاجات. فكان ميلي أكتر لأنا حرة، لأن كنت شايفة تشابه كبير بين حياتي وبين أمينة في الرواية. لكن حليم أصر وعملوا الوسادة، وما كنتش حاسة الحقيقة يعني إنه نجح بالطريقة دي، رغم إنه كان ناجح. كلمة نجح دي اللي كسر الدنيا. كسر الدنيا. بس انا كنت قد كده متاخده ان انا باخد خطوه جديده وجريئه، وما كنتش اتصور ابدا ان انا يعني يجيني الشجاعه الادبيه ان انا اعملها. لا ازاي ما نجحش؟ ده من ساعتها كلنا حاضنين المخده.